بيحتاج جسم الإنسان للفيتامينات والمعادن واللي ليها دور كبير جدا في إنها تخلي الجسم يقوم بالعمليات الحيوية بتاعته. وعند التعرض لأي نقص في أي معدن أو فيتامين فأنت كده بتواجه بعض الأعراض والمضاعفات الخطيرة كلاعب كمال أجسام وحتى كواحد عادي. عندنا بعض الفيتامينات والمعادن اللي لازم كل لاعبي كمال الأجسام يهتموا بيها لأنها بتساهم بشكل رئيسي في بناء العضلات. جايب لكم في حلقتنا النهاردة أهم 6 فيتامينات بيحتاجها لاعيبة كمال الأجسام. ركز فيهم فيتامين لأن كل واحد فيهم ما يقلش أهمية أبدا عن التاني، وركز هم موجودين في أنهي أكل عشان تقدر توفرهم لنفسك. السلام عليكم، معاكم كمال عبد الفتاح من قناة بادي بيلدينج. يلا بينا نروح على طول على أول حاجة معانا، فيتامين سي. فيتامين سي بيعمل كمضاد للأكسدة لأنه بيتم إنشاء حاجة في جسمك اسمها الجذور الحرة، ودي بتنتج لما بيتحد الأكسجين مع المركبات الأخرى بسبب التمرين الشديدة ليك في صالة التمرين. الجذور الحرة دي عبارة عن نفايات استقلابية بتهاجم الخلايا وتغير أغشية الخلايا وبتتصل بأمراض مثل السرطان والسكري لا قدر الله، وبيساعد في هرمون الستيرويد على النمو. بترتبط مستويات هرمون الابتنائية الطبيعية عندك بالكثير من العضلات. فيتامين سي مكمل مهم لكمال الأجسام لأنه بيساعد في تكوين الهرمونات ديت وبيساعدك على تقليل تصنيع الكورتيزول في جسمك. بيبدأ ظهور الهرمون ده أوقات التوتر إذا كنت في التمرين أو في أي وقت من يومك العادي. الكورتيزول دوت مسؤول عن انهيار أنسجة العضلات، أنت متخيل؟ عشان جسمك يجيب طاقة. غير كده كمان بيبطئ من انتعاش العضلات وبيزيد من تخزين الدهون وبالاخص في منطقه البطن. فيتامين سي بينهيلك على هرمون الكورتيزول في جسمك نهائيا. وعشان نختصر معاكم الحلقه وما نطولش عليكم هنقول لكم بسرعه بدون دخول في تفاصيل. فيتامين سي برضو بيساعدك على زياده امتصاص جسمك للحديد، وبيساعدك في تقليل وجع العضلات الناتج من بعد التمارين الشاقه، وبيساعدك في تكثيف سلامه الجهاز المناعي. اعلى بقى المصادر الغنيه بفيتامين سي عندك في الخضار، الفلفل الاخضر، وفي الفواكه الجوافه والليمون والبرتقال. تاني معدن معانا هو المغنيسيوم. المعدن ده خطير بمعنى الكلمه، ولازم تاكل حاجه في نظامك الغذائي تدخلك المغنيسيوم الكافي لجسمك. بيساعدك المغنيسيوم في ايه؟ في صنع البروتين من الاحماض الامينيه وتنظيم حركه العضلات عن طريق حصر طبيعي للكالسيوم واللي بيساعد في ارتخاء العضلات وتزويد الجسم بالطاقه وتحسين الاداء الرياضي عن طريق زياده كميه الجلوكوز اللي في الدماغ وفي اللي في الدم والتخلص من الاكتيت والسبب في الارهاق العضلي. اعلى المصادر بقى الغنيه بمعدن المغنيسيوم عندنا في المكسرات زي اللوز والكاجو والفول السوداني، وفي الفواكه زي التفاح والموز، والخضار زي السبانخ والبطاطا، وعندنا في اللبن. تالت حاجه معانا فيتامين د. فيتامين د من اهم انواع الفيتامينات واللي بيعتبر العلم الحديث نقصها في جسم الانسان من اهم مسببات لين العظام والعضلات. ولكن من قبل اي حاجه لازم نعرف ايه هو الفيتامين دوت. بغض النظر عن مسماته العلميه فالاسم المعترف عليه فيتامين اشعه الشمس، ثم بالاسم دوت لان مصدره الوحيد هو اشعه الشمس. فيتامين د بيساعدك في تقويه العظام بتاعتك عن طريق دمج فيتامين د والكالسيوم داخل الجسم، وبيساعدك فيتامين د في تقويه العضلات. وفيتامين د ليه فوائد كتيره طبعا غير كده، بس احنا بنتكلم على اللي يخص مجالنا بس في مجال كمال الاجسام. هنروح لمصادر فيتامين د. عندنا مصدر طبيعي وده افضل مصدر لان ده المصدر الاساسي اساسا وهي الشمس، وعندنا مصادر تانية في الاكل واللي موجوده في المشروم واللبن والبيض وعصير البرتقال والشوفان والجمبري والزبادي. هنروح لرابع حاجه معانا وهي النحاس. النحاس من افضل المعادن المساعده للعب كمال الاجسام واي رياضه بتحتاج لمجهود ونشاط بدني عالي. بيساهم معدن النحاس في عمليه حمل الاوزان الكبيره، وده عن طريق انه بيخش بشكل مباشر في تقويه الاوتار والمفاصل، وبكده بيؤدي معدن النحاس لرفع الاداء التدريبي وزياده القدره على رفع الاوزان اعلى في التمرين. مصادر معدن النحاس في اللحوم والمأكولات البحريه والفاصوليا والحبوب الكامله ودي الصويا والمكسرات والبنجر والافوكادو والبطاطا والبتنجان والبطاطس والطماطم. يعني الحمد لله موجود في حاجات كتير. هنروح مباشر بقى من معدن النحاس للوحش اوميجا 3. بقول وحش لانه فوائده لينا كلاعيبه كمال اجسام لا تعد ولا تحصى. بص معايا كده فوائده قد ايه. بتساعد على زياده حساسيه الانسولين وبالتالي في ان افراز هرمون الانسولين بيقل، وده يعني تراكم اقل للسكريات والدهون بالجسم. بيخفف الام المفاصل وبيقويها. بيقلل من ترسب الكوليسترول والدهون على جدران الشرايين وتنشيط الجهاز العصبي والعضلي والتناسلي، وبيساعد على سرعه الاستشفاء للعضلات بعد التمرين، وبيوفر مصدر طاقه للعضلات، وبيساعد في تحسين تدفق الدم للعضلات وانت بتتمرن، وبالتالي بيمنع كسر العضلات، وبيعمل على تخزين الكربوهيدرات وبالتالي زياده حجمها. اهم مصادر الاوميجا 3 الخلاصه سمك التونه وبرشام الاوميجا 3 اللي بيتباع في الصيدليه. اخر فيتامين معانا فيتامين بي 12. يعتبر فيتامين بي 12 من اهم الفيتامينات اللي بيحتاجها لاعيبه كمال الاجسام، وده لانه ليه دور فعال ومثالي في عمليه نقل العناصر الغذائيه لكافه خلايا الجسم، وبيساعد على تحقيق اقصى استفاده من ممارسه التمارين، وبيأثر بشكل مباشر على عمليه البناء العضلي.
العضلات. واهم المصادر اللي بيكون فيها فيتامين بي 12 وهي اللحوم الحمراء والبيضه ومنتجات الالبان. وبكده تبقى خلصت حلقتنا عن الفيتامينات والمعادن، واوعى تهملهم خالص يا وحش، لان زي ما شفت تاثيرهم على عضلاتك. لو عجبتك الحلقه دعمنا بلايك واشتراك، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.